اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا صباح السعاده. يلا نعمل اكله النهارده، اكله يوم الجمعه. في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ونصلي على الرسول ودعوا لاخواننا العرب. ربنا يرد لهم ارضهم ردا جميلا يتعجب له اهل السماء واهل الارض. تعالي، عندي هنا بصلتين. تعالي بقى نحضر حاجتنا بسرعه كده. هنحطها في الكبه وهنفرمها فرمه ناعمه. تمام. بعد كده هنجيب صاج كبير او صينيه، هنحط فيها التوم. ممكن تحطي توم تفرميه برضو عادي، بس انا حاطه بصل بس. عندك بقى التوابل بتاعتك كلها 11 بهارات انا مجمعاهم مع بعض كده، وشويه ملح وزيت، حبة خل صغيرين. وتجيبي بقى الفراخ بتاعتك، تغسليها وتنقعيها وتنضفيها كده زي ما احنا متعودين. طبعا الاضافة الحلوة جدا ان انتي بتحطي سكر في الفراخ وانتي بتغسليها وتنقعيها. لازم تحطي سكر. سكر يا رشا، جربي بس السكر والملح والخل والليمون وادعيلي. طيب احنا بعد ما عملنا الخلطة بتاعتنا ديت هنعمل ايه؟ هنتبل بقى بالطريقة دي ونغزنا الفراخ. انا عندي فرخة هنا حوالي 3 كيلو، يعني ما شاء الله كانت محترمة كده يعني. نغستها زي ما انت شايفة وسايباها، عملتها 4 تربع وتحت الجلد كده. وحطيت بقى المرتة اللي احنا عملناها دي، وقسمت طبعا البصل، خدت نصه بعد ما تبلته طبعا للمحشي. دايما بحط بصلايه نية على خلطة المحشي الرز الني. و وتبلناها كده، وهرش شوية ملح عليها وهسيبها بقى لحد ما نخلص كل اللي ورانا. ممكن ساعة، ساعة ونص، ساعتين. تمام. حطيت شوية ملح كمان كده يلا علشان بقى المحشي. والخضرة طبعا غسلتها ونضفتها وخرطتها عشان وقت الفيديو. وطبعا التسبيكة ديت جبت حتة ليا او دهنة، قدحتها او سيحتها قوي بحبة زيت صغيرين. تمام. حتة سمنة. بعد كده قمت جايه طشه فيها الطماطم والبصل، كنت فرماهم مع بعض ني. فضلوا بقى ياخدوا ويدوا بشكل ودي كده طبعا مع بعض بشويه توابل بحبه الزيت بقى. طبعا مكتراها زيت ليه بقى؟ لان انا مش لازم احط قدامكم زيت على وش الرز. طيب هو ينفع سمنة؟ بصي، هو نمبر 1 في المحشي لازم تحطي زيت يكون نظيف. هنعمل بقى الفرشة بتاعة الايه المندي او المحشي. عندي هنا طماطم وبصل والعروق التخينة بتاعت الخضرة، مترميهاش. تحفة بجد لما تحطيها وتعمليها في الطاجن كده زي ما انت شايفة معايا. عندي طاجن صغير وعندي طاجن كبير. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب بقى. غسلنا ايدنا طبعا، كل حاجة بمسكها جري بروح ورايا اغسل ايديا وانشفها على طول، واجي تاني اعمل حاجة تانية. هنقلب بقى احنا طبعا فردنا التقلية او الصلصة بتاعتنا. فردناها بردت شوية. وبعد كده غسلت الرز ونضفته وحطيته وقلبته بالطريقة ديت. وهنبدأ بقى ان احنا نلف. طب انت هتلفي كل ده وانت واقفة على الرخامة او في المطبخ؟ لا، انا هلف معاكم شوية كده. في بنات على فكرة ما بيعرفوش يلفوا لحد دلوقتي. الموضوع سهل خالص. بتجيبي الكرومباي اللي احنا مفرزينها مع بعض. على فكرة دي كرومب متفرزل من السنة اللي فاتت. انا لسه ما اشتريتش خالص كرومب من ابو 60 وابو 50 ده. ليه بقى؟ لان انا عندي متفرزل، فده بيوفر عليك كتير جدا. بيوفر وقت، بيوفر فلوس، وبيوفر جهد، وبيوفر كل حاجة. ممكن تيجي في دماغك ان انت تعملي بعد العشاء او بالليل ان انت تعملي طاجن محشي. هتجيبي ساعتها محشي منين؟ هتجيبي كرنب منين؟ لا، فانتي بصي حاجتك موجوده في الفريزر، فبتسهل عليكي كتير جدا. طبعا زي ما انت شايفه معايا هنا كده بقى، بسم الله ما شاء الله. الطاجن ده او البرام الكبير ما شاء الله، دي صينيه على فكره كبيره. بتاخد اللهم بارك يعني كأنها حلة غويطة يعني، بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت بقى وخدته كده ورحت عند الشاشة بقى وكده، وقعدت بقى قدام التلفزيون وقعدت بقى اتفرج على التلفزيون. وجينا بقى ايه، خلصنا. وكلم اختي شوية واكلم بنتي شوية، وفي الاخر خلصت كله. تعالي بقى نحط بقى الايه المندي بتاعنا او الفراخ اللي احنا هنعملها فوق المحشي. مش لازم ان احنا نعمل مندي بالرز، لا احنا هنعمل بقى النوبادي مندي بالمحشي وهنحط الفراخ فوق المحشي. هتنفع يا رشا؟ هتنفع وهتبقى تحفة وزي العسل وزي القمر. ازاي؟ تعالي بس نشوف. طبعا انا عملت هنا شوربة كدابة مكان الصلصة، وحطيت فيها توابلي وحطيت فيها
بصل والثوم وكده، وطبعا تحطي توم في الخلطة بتاعتك، او لو عندك توم اخضر بتقطعيه وتحطيه في المحشي. بعد كده باخده بقى واروح فين؟ في الفرن البلدي. عايزه اقولك الفرن البلدي ده الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش الفراخ اللي مخليه طعم المحشي حلو، لا، هو الفرن. بصي، هو الفرن ده اللي انت شايفاه ده، هو ده اللي مخلي طعمه وريحه المحشي، هو اللي جايب من اخر الشارع. زي ما انت شايفه معايا هنا كده، انا حطيت القش اهوت، او الحاجه اللي انا بولع بيها ان كان خشب ولا حاجه، وبفضل قاعده، ولا دخان ولا دنيا، يعني الحمد لله بفضل الله الجو جميل وربيع وزي الفل. زي ما انت شايفه معايا، خد ايه بالظبط يا رشا؟ خد تقريبا بالظبط نص ساعه على نار هاديه جميله زي القمر. طيب، ميزة التسوية الهادية في الحاجة البلد اللي زي دي او الكانون، ميزتها ان هي بتاخد وتدي بشكل ودي. ازاي بتاخد وتدي مع نفسها على نار هادية وحلو، مش زي البوتاجاز اغلي وطي مشي وروحي نامي شوية وتعالي كلي، لا، طعمه مش هيبقى حلو. الحاجة اللي زي ديت اللي معمولة كده بحب، ومعمولة بتأني، ومعمولة بالقش او قش الرز، او الخشب ده حاجة تانية خالص. طبعا كنت مغطياه عشان ما يتعفرش خالص. وبعد ما بدأت بقى ان انا خلاص ان هو غلى خلاص، وبقى بدأ يفور زي ما انت شايفاه كده، بدأت ان انا اكشفه بقى، وخد اللون اللي انت شايفاه معايا دي. هقرب لكم طبعا اللون عشان تشوفيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا للي أكل، وألف هنا وشفا للي هيعمل مندي المحشي ده. وطبعا يعني عايزة أقولك إن هو تحفة بجد، جميل جدا. وطبعا انا مرضتش ان انا مفيش هنا اضاءة، فزي ما انت شايفة المحشي احمر. كان جايلت عليه وبتقول لي المحشي ابيض. يا ستي، يا ستي، خلي الناس تاكل ابيض احمر، هي حرة، حمر انت عندك يا حبيبتي. تعليق بصراحة ولا هز شعرية من شعري خالص، ولا كان عندي طاقة سلبية بالنسبة له، ولا كأني شفته. بس حبيت بس ان انا اعرف الناس اللي هي بتحب تعلق كده وتدي لصاحبة القناة طاقة سلبية، اني عايزة تحمري اكتر من كده حمري، دي حاجة في ايدك انتي. انا مش بحب الصلصة كتير، انا عندي الصلصة والله اقسم بالله بعد ما طلعتها من التلاجة والله ما رضيت احطها، لقيت لونه مناسب وحلو. مش بنحب الحاجة الحامية اوي للدرجة دي. طبعا زي ما انت شايفة معايا هنا كده، ما كناش حاطين لا صينية ولا طبق ولا غطا ولا اي حاجة، طبعا سخنة مش هقدر ان انا اقلبها بالطريقة دي، فانا جبت تقريبا قماشة ومسكت بيها. زي ما انت شايفة معايا هنا كده. بدأت ان انا بقى ايه اقلبها على الصينية. الله اكبر على الريحه، ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك بقى ان انا كنت حاطه حتت يعني لحمه وتحت، كانت مش مسايحه، لان هي مش دهنه صافي، لا، هي زي لحمه كده ملبسه. حطيتها تحت في القارب اللي انا كنت مقليه بيها، فمسحتش طبعا لان هي لحمه بيضه ولحمه ملبسه حمرا على كده. فحطيتها برضو في الوسط كده، فمسحتش، وطلعتها حطيتها على وش المحشي. وطبعا حطيت قرن شطه تحت، وحطيت قرن شطه فوق. وعايزه اقول لك ان هو فوق الخيال، فوق الجمال والحلاوه بجد، يعني حاجه عظمه بجد يا جماعه، والله العظيم كفايه عليك الصينيه دي وبالف هنا وشفا. طبعا زي ما انت شايفه معايا المحشي مفلفل جدا اهوت، الحبايه بحبايته بس طبعا انا ماسكه الكاميرا بايد وبصور بايد. فزي ما انت شايفه معايا ما شاء الله مفلفل وجميل جدا. طلعت لكم طبق اهوت. عايزه اوريكم ان هو مستوي وحلو جدا. بالف هنا وشفا لكل اللي اكل منه، واتمنى ان انت تجربي مندي المحشي، عظمه بجد. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.